السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة من وصفات نميشة. إن شاء الله تكونوا كاع لاباس وبخير وبصحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم هي مطلوع الغرب الجزائري. راح نوريكم طريقة بأبسط الطرق للمبتدئات هكا تنجح معكم الوصفة. إن شاء الله يا ربي تجربوا هاد الوصفة وتردوا عليا بالخبر. ما تنساونيش البنات بالجيم وكومنتير ولو بنقطة، وبارطاجيو مع الأهل والأصدقاء. نبداو الوصفة على بركة الله. عندي هنا مقادير جد موجودة، يعني بسيطة، وراح نبسط لكم اكثر الطريقه. راح نعبر معاكم الفرينه. عندي هنا 3 نتاع بول تاع شوربه، عندي 3 نتاع عبار نتاع الفرينه. اي نوع نتاع الفرينه عندك ما يهمش، لانه هذا خبز ماشي قاطو، يعني لازم لنا الفرينه يعني اللي تكون شابه ولا نوعيه جيده. هنا راح نغربل الفرينه نتاعي بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الفرينه نتاعي. وراح نضيف عليها الماء. الماء طبعا يكون دافي، يعني ندفيوه شويه لاننا في موسم الشتاء. في موسم البرد يعني لازم العجين تاعنا يسخن هكا بدرجه الحراره باش يتفاعل معنا الخميره. يكون نجمو نحطو صبعنا في هذا الماء. راح نديرو زوج نتاع عبار نتاع الماء، ولكن ما فايضينش مليح. وراح نضيف هكا ملعقه ممسوحه جيدا نتاع الملح، يعني صبعنا يتوشي وهذيك الملعقه الحواف نتاع الملعقه اللي ما يعني تخاف تملح الخبز تاعها، راح دير ملعقه صغيره نتاع الملح. يعني كل وحده والذوق نتاعها، كاين اللي يبغيو الخبز تاعهم مسوس. هنا نضيفو مغرف نتاع سكر وراح نخلط المكونات بهذه الطريقه. هنايا يا البنات العجينه راح تجينا بزاف تلتصق. ما تخافوش ولا تروحوا تضيفوا الفرينه نتاعكم، لا لا، راح يجيكم العجين كي يكون قاصح، يعني تجي الخبز مدكسه وما تجيش شابه ومهويه وتجي مفخفخه وتجي مفشفشه كيما احنا نقولوا. هذه هي البنات. راح نزيد ندخل هذيك الفرينه اللي راهي في قاع الوعاء. وتلاحظوا معايا العجين راه يلتصق في اليدين، يعني ما يجيش ناشف. اذا درتو العبر اللي درتو انايا ما يجيكمش العجين تاعكم ناشف، يجيكم بهذه الطريقه. راح نزيد ندخل مليح هذيك الفرينه اللي راهي في الاطراف نتاع الوعاء. وهذه هي راح في هذا الاثناء نسلك يديا. وراح نديرو هنا قيس واحد زوج مغارف حتى 3 نتاع الماء. راح ندير فيهم الخميره نتاع العجين. هاد الخميره نتاع العجين راح نديروها هكا تنطلق في شويه نتاع الماء، يعني مغرف ممسوحه نتاع خميره العجين بهاد الطريقه. عفوا، بهاد الطريقه راح نخليوها قيس واحد الخمس دقائق هي وهذاك العجين يرتاح. هكذا راح نبداو نضيفو الخميره من بعد. هذه هي بعد ما خلطنا هذاك الفرينه، دخلنا كامل الفرينه نتاعنا. راح نسلكو يدينا من هذاك العجين و ميم طون هذيك الخميره نتاعنا راهي في الماء. هذه هي البنات. راح نغطيو قيس 5 دقائق. من بعد ما جازت 5 دقائق شوفوا العجين تاعي، راح نضيفو له هاد الخميره نتاع العجين. شوفوا كيف ولات معايا في الماء هكذا تدخل لنا بكل سهوله في العجين تاعنا، يعني 3 مغارف نتاع الماء في مغرف ممسوحه، ملعقه ممسوحه نتاع خميره العجين. راح نضيف هنا قيس واحد زوج مغارف نتاع الماء هكا باش ما نضيعوش الخميره نتاعنا. وراح نضيفوها لذاك الخليط هنا. منا طالع راح غير نشمخو يدينا هكا باش ما يلتصقناش العجين في اليدين تاعنا. وراح نبداو ندخلو هذيك الخميره نتاعنا في الخبز في العجينه حتى ما يبقالناش هذاك السائل يبان، باش عاد نغطوها للمره الثانيه ونخليوها ترتاح. في كل مره ترتاح 5 دقائق. هنا صاي رانا قرب ندخلو كامل هذيك الخميره في العجين تاعنا بهذه الطريقه حتى المبتدئه يعني تسهلها العجن هكا. واللي عندها بيتخان يعني تنجم دير في البيتخان نتاعها. انا درت كيما هكا بيديا لانه بزاف الاخوات ما عندهمش بيتخان. هذه هي الخطوه
الأولى اللي رانا نقوم بها، يعني خليناها ارتاحت في الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ضفنا لها الخميرة نتاع العجين ودخلنا فيها هذيك الخميرة د العجين. راح بعد ما دخلناها راح نخليوها ترتاح. بعد 5 دقائق راح نشمخ يديا بهذه الطريقة هكذا باش ما يلتصقش العجين، وراح نبداو نخبطو في العجين تاعنا عادي بهذه الطريقة. يعني ما تزيدي تدلكي ما والو، يعني بهذه الطريقة راح ندخلو الهواء للعجين نتاعنا فقط. هكذا راح نغطيو عليه للمرة الثالثة بهذه الطريقة. كل ما نجيو نغطيو عليه يعني نسمخو يدينا بهذه الطريقة، وراح نغطي عليه للمرة الثالثة. بعد مرور 5 دقائق راح عاود نشمخ يديا. انا ما بغيتش نقطع لكم هاد المقاطع باش المبتدئة هكا تشوف وتنجح في هذه الطريقة. في هذا الخبز هذا نتاعنا شوفوا النبابل دي راهي دير العجينة نتاعنا، يعني بانها ناجحة وراهي يدخل لها الهواء. هذه هي البنات، شوفوا ولات لنا الاستيك، ولات شابه وما تلتصقش حتى في الوعاء هكا وتجي رطبه. راح نخليوها ايضا مره اخرى، راكم حاسبين معايا يعني قيس 5 مرات وحنا نديرو هكا بهذه الطريقه. وراح نغطيو الوعاء نتاعنا. هذه هي المره الاخيره اللي غادي نديرو فيها هاد الخطوه. شوفوا معايا العجين ولا الاستيك، يعني عجين ناجح، وهكا ندخلوا الهواء مليح للخبز نتاعنا ويجينا خفيف. شوفوا هذوك النبولات اللي راهم يديروا في العجين بانه العجين ناجح. يعني كل ما يريح الخبز نتاعنا ونعطيوه الوقت الكفايه للراحه. انا راني نقول لكم 5 دقائق برك، هذه هي باش ما يشدلكمش الوقت بالتجربه. وهكا درت معكم هذه الطريقه. هنا نجيبو وعاء فيه بسينة فيها ماء ساخن، ماشي ساخن لدرجة الغليان، يعني من الحنفية ساخن. وراح نديرو فيه هذاك العجين تاعنا هكا، راح بالخف يختمر معنا، يعني يختمر معنا بسرعة. راح ننزع هذاك البسينة نتاعي، وراح نجيبو هاد القراصات ولا هاد اللوحات كل واحد واش يسميهم، نقطعو فيهم هاد الخبيزات نتاعنا. واللي ما عندهاش تستعين بان طورشون وسوغ ان بلاطو. راح ندير معكم زوج خبيزات على القراصه، والاخرى راح نديروها اللي ما عندهاش هاد اللويحات ولا هاد القراصات راح دير الطريقه الثالثه. هنا دائما نشمخو يدينا، نهبطوا هذاك الخمور من العجين، وراح نقسموا هاد العجين تاعي الى 3 كويرات. اللي حبت المطلوع نتاعها يجي كبير وعندها طاجين كبير راح تقسم العجينه الى 2. اللي عندها طاجين صغير كما راح نواسي معكم انا راح نديرو في طاجين، يعني في الغاز نورمال. وراح ندير معكم قريصات شويه صغار. بهذه الطريقه راح نقسم العجين ل3. هذه هي الطريقه السهله. ودائما استعيني بالماء هكا، شمخي يديك باش ما يلتصقش العجين معاك في اليدين. هذه هي. راح نرش عليه الدقيق، هذا السميد ناعم خاص بالعجين. وراح نديرو معكم الثالثه، راح نجيبو لو بلاطو وراح نقطعها معكم على هكا على منشافه. اللي ما عندهاش يعني هذوك الكراسات ممكن تستعين انها دير هذه الطريقه اللي راح نديرها معها دروق. هذه هي البنات بهذه الطريقه، يعني طريقه جد سهله وبسيطه. يعني برك شمخوا يديكم باش العجين ما يلتصقش معكم في اليدين. راح نغطيوهم لمده 5 دقائق. من بعد ما جازت 5 دقائق هكذا، علاش نغطيوهم من بعدها نقرصوهم هكا تتمشى معايا العجينه بكل سهوله وما ترجعش في اللوحه. هذه هي. راح نرقوهم ما تخليوهمش يعني غلاط بزاف، من بعدها كي يختمروا ومع الطياب نتاعهم يجيو غلاط. وحلا كل واحد وكيفاش يحب العجين تاعو، الخبز تاعو يحبوا سميك ولا يحبوا رقيق. هذه هي البنات. راح نرقوهم شويه هكذا باش ما يجيناش الخبز تاعنا يجينا غليظ وفيه هذيك البابه من الداخل. هذه هي. راح نزيدو الثالثه، راح نقرصوها بنفس الطريقه اللي درنا معها الاخرين.
هكا بهذه الطريقه، ونحاولوا ما نخليوهاش غليظه بزاف. راح نغطوهم نخليوهم يختمروا حتى يتضاعف الحجم نتاعهم، كل واحد وعلى حسب الجو اللي يكون فيه. اذا كنا في الصيف يعني قيس واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، انا خليتهم هكذاك 20 مينوت ولا 25 دقيقه. شوفوا اختمروا بما فيه الكفايه يعني. لذا قلت لكم لازم ترقوهم شويه هكذا باش ما يجيوكمش غلاط ويطيب معكم الخبز ويجيكم شباب. هنا نجيبوا الاولى لانه راهي لاصقه معايا من التحت. كيفاش نديروا؟ نجيبوا هكا هاد الغرباله، راح ننفضوا الزائد نتاع داك الدقيق نتاعنا، هذاك السميد راح نحيوه من القاع بهذه الطريقه، وراح نردوا الخبزه على وجهها. هذه هي، ما نخليوش الخبزه نتاعنا هكذاك، راح نردوها على الوجه نتاعها، وراح نديروها في المقلاة. نكونوا مسخنين المقلاة نتاعنا من قبل على درجة حرارة فوق المتوسط، يعني نار ماشي مجهدة بزاف، راح ينزرب لنا الخبز نتاعنا ويتنحرق وما يطيبناش من الداخل، وايضا ما نقصوش الغاز يعني متوسط. راح العجين نتاعنا يدكس، ما غاديش يطلع معانا ويجينا مفشفش. هذه هي، راح تكون النار فوق المتوسط، وراح نطيب الخبزه نتاعي كي تبدا تنشف من الجوانب. راح نقلبها، ما نسناهاش حتى تطيب مليح على الوجه الاول. راح نقلبها ومن بعدها اذا كانت يعني ما محمرش معايا على الوجه الاول راح نردها ليه. هذه هي الخبز نتاعنا والمطلوع نتاعنا لنهار اليوم. شوفوا جا شباب، شهيتكم في الجنه البنات، ان شاء الله تجربوه وتكتبوا لي في التعاليق. البارطاج الاخواتي بارطاج، ما تنسونيش باللايك. هذه الخبزه الثانيه ما راهيش يعني ملتصقه معايا باش نقلبها، راح نهبطها في اللوحه الثانيه بهذه الطريقه. طبعا هذاك السميد اللي راه يطيح راه عندي سور لو بلان دو طرافاي، راح نلموه ونعاودوا الاستعمال نتاعو. هذه هي بالنسبه للخبزه الثانيه. غير نشوفوها بدات في الاطراف تنشف، راح نقلبوها على الوجه الثاني يعني 5 دقائق. فوق 5 دقائق ما نزيدولهاش البنات، راح نقلبوها على الوجه الاخر. شوفوا جا معايا ما شاء الله. بالنسبه للثالثه كيفاش نديروا لها؟ تقولوا لي كيفاش نديروا لها؟ جيبي ان بلاطو واحد اخر ولا لوحه ولا ان كارطون عندك، شوفي حاجه بلا، وراح تقلبي بها العجينه نتاعك. راح ننفضوا هذاك الزائد نتاع السميد وراح نردوها على الوجه نتاعها بهذه الطريقه. راح نردوها على الوجه نتاعها وراح نديروها يعني نهبطوها في المقلاة كما هبطنا الاخرين. هذه هي. طبعا هذاك السميد كاع نلموه. شوفوا معايا المطلوع نتاعي لنهار اليوم جانا بزاف شباب، جانا هايل روعه، ان شاء الله تجربوه. جانا طري وما كانش كيما الحاجه نتاع الدار هكا، وبنياتنا والاخواتي يتعلموا شكون اللي زاد معلم في هاد الدنيا. كاع رانا نستفادوا من الوصفات، وكاع هذا يمد الوصفه للاخر وهي رايحه. نقسم معكم خبزه باش تشوفوا كيفاش جاتنا رطبه وجاتنا هشيشه من الداخل. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في وصفه اخرى جديده ان شاء الله. تبقوا على خير في وصفه اخرى. ما خير.